إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 متر. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يوصلكم بثنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق 19 من فبراير عام 2025. كما هي عادتنا دائما وأبدا مستمعي الكرام، نستهل البرنامج العربي بنشرة الأخبار، ثم تتابعون بعد ذلك موضوعا حول إمكانية إعلان حكومة موازية في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع في السودان وتداعياتها على وحدة الدولة السودانية، وذلك ضمن حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار أستهلها بالعناوين. الرئيس الأثيوبي السابق موتولة تشومي يتهم الرئيس الإريتري إسياس أفورقي بالتخطيط لشن حرب جديدة في أثيوبيا. مقتل العشرات من المدنيين في أحداث هجوم لقوات الدعم السريع في قرى ولاية النيل الأبيض، والاتحاد الإفريقي يرفض تفعيل عضوية السودان المعلقة عقب الانقلاب العسكري في أكتوبر 2021. وانطلاق محادثات فنية بين الصومال وأثيوبيا في تركيا بشأن تنفيذ إعلان أنقرة. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. اتهم الرئيس الأثيوبي السابق موتولة تشومي الرئيس الإريتري إسياس أفورقي بالتخطيط لاستغلال الانقسامات داخل جبهة تحرير شعب تيغراي، وذلك لشن حرب جديدة في أثيوبيا. وقال في مقال على مدونته على موقع الجزيرة إن الجيش الإريتري دخل تيغراي وأحدث فيها الكثير من الأضرار إبان الحرب. وقال الرئيس السابق إن الرئيس أسياس لا يزال يضغط على جبهة تحرير شعب تيغراي لخرق وقف اتفاق النار الموقع مع الحكومة الأثيوبية في بريتوريا ومواصلة القتال. وأشار موتولا أيضا إلى أن الرئيس أسياس يحرك ميليشيات الأمهرة ويعمل إلى جانب جبهة تحرير شعب تيغراي التي تعارض اتفاق بريتوريا. وقال تشومي إن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي التي تعارض اتفاق بريتوريا تتحرك لحل الإدارة المؤقتة في تيغراي. وفي نهاية المطاف حث الرئيس الأثيوبي السابق جميع الأطراف على ممارسة ضغوط دبلوماسية على أولئك الذين يحاولون خرق الاتفاق، ومن بينهم الرئيس الإريتري إسياس أفورقي. تجدر الإشارة إلى أن الرئيس موتولة تشومي الذي كان رئيسا لأثيوبيا من عام 2013 إلى 2018 تم عزله بعد وصول رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد إلى السلطة، ويشار إليه حاليا باسم المبعوث الخاص لرئيس الوزراء. لقي العشرات من المدنيين مصرعهم في قرى ومدينة القطينة بولاية النيل الأبيض في هجوم شنته قوات الدعم السريع. ووفق ما أفادت المصادر الإعلامية، فإن القوات المهاجمة استهدفت بشكل مباشر المدنيين العزل، مما أدى إلى مقتل وجرح عدد كبير من المدنيين. وبحسب ما ذكر موقع سودان تريبيون، أجبرت القوات المهاجمة بقية الأهالي على النزوح بعد نهب كل ما يملكون من أموال ومقتنيات خاصة. وفي الشأن السوداني أيضا، رفض الاتحاد الإفريقي تفعيل عضوية السودان التي علقها الاتحاد منذ أكتوبر 2021 عقب انقلاب نفذه قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان على حكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، والتي اعتبرها قائد الجيش السوداني آنذاك بأنها خطوة تصحيحية للفترة الانتقالية وليست انقلابا. هذا واشترط الاتحاد الإفريقي لإعادة عضوية السودان تشكيل حكومة مدنية في البلاد. وقال مفوض السلم والأمن الإفريقي أدوبان كولي في معرض رده على أسئلة الصحفيين في مؤتمر صحفي على هامش اجتماعات القمة الإفريقية في أديس أبابا إن استئناف عضوية السودان في الاتحاد مرهون بتحقيق انتقال سياسي ديمقراطي ودستوري،
كما دعا بانكولي إلى وقف إراقة الدماء في السودان. انطلقت في العاصمة التركية أنقرة مطلع الأسبوع الحالي محادثات فنية بين مسؤولين صوماليين وأثيوبيين بهدف تنفيذ بنود إعلان أنقرة ومناقشة طلب أثيوبيا للوصول إلى ممر بحري عبر الأراضي الصومالية. ونقل موقع الصومال الجديد عن وزير الإعلام في الحكومة الفيدرالية الصومالية داود أويس تأكيد وصوله إلى أنقرة للمشاركة في هذه المناقشات التي تهدف إلى تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في اللقاءات الدبلوماسية السابقة. وأضاف الوزير أن الصومال ملتزم بتعزيز السلام والتعاون وبناء علاقات دبلوماسية قائمة على التفاهم والاحترام المتبادل. ومن المتوقع أن تقوم اللجان الفنية التي تضم ممثلين من كلا البلدين بتقييم إمكانية إنشاء إطار عمل يتيح لأثيوبيا الحصول على وصول بحري خاضع للرقابة تحت إشراف صومالي. وكانت أنقرة شهدت مصالحة بين الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 12 من ديسمبر الماضي بعد أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين إثر توقيع أثيوبيا مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، وذلك بشأن الحصول على منفذ بحري مقابل الاعتراف باستقلال الإقليم. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام النشر الإخباري لهذا اليوم. وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إيرنا. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، كما أشرنا في بداية البرنامج وضمن حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي، نستعرض لكم فيما يلي موضوعا كتبه الصحفي السوداني أحمد يونس حول إمكانية إعلان حكومة موازية في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع في السودان وتداعيات ذلك على وحدة الدولة السودانية، والذي نشرته صحيفة الشرق الأوسط السعودية في عدد الخميس 13 من فبراير الجاري. نتابع. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات إلى حلقة اليوم من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي، والتي نخصصها لاستعراض مقال كتبه الصحفي أحمد يونس عن إمكانية وجود حكومة موازية للحكومة السودانية في منطقة سيطرة قوات الدعم السريع وتداعياتها في حال قيامها على وحدة الشعب السوداني وتقسيمه إلى دول تقوم على أساس عرقي أو إثني، وهل يمكن أن تتحول الحرب الحالية بين الجيش والدعم السريع إلى حرب أهلية في السودان على أساس العرق أو القبيلة أو الإقليم؟ والمقال الذي سنقوم باستعراضه نشرته صحيفة الشرق الأوسط السعودية في عدد الخميس 13 من فبراير الجاري. وكما تعلمون مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات أن طرح حكومة موازية في السودان فجر مطلع الأسبوع الماضي أزمة كبيرة وسط تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية المعروفة اختصارا بتقدم، وذلك إثر تباين مواقف مكوناتها من قبول الفكرة ورفضها، وهو ما أدى إلى انقسام التحالف إلى مجموعتين نتج عنه في نهاية المطاف حل تنسيقية التقدم والتوافق على عمل كل مجموعة بمفردها بما تراه مناسبا، وأيضا اختيار كل مجموعة اسما لكيانها الجديد بعيدا عن استخدام المسمى القديم، مما جعل طرح فكرة حكومة موازية هي القشة التي قصمت ظهر أكبر تحالف مدني مناهض للحرب في السودان حسب تعبيرها. يستهل أحمد يونس المقال بالقول: أحدث الإعلان عن اقتراب موعد تشكيل حكومة مدعومة من قوات الدعم السريع وموازية للحكومة التي يترأسها قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في بورسودان هزة عنيفة اجتاحت الأوساط السياسية والاجتماعية بل والعسكرية، وأول ارتداداتها كانت تقسيم تحالف تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم إلى تيارين، مما زاد من حدة المخاوف من اتساع الهوة بين أطراف البلاد والتمهيد لإنشاء دول متعددة في الدولة الواحدة، مما ينذر باحتمال تقسيم السودان. وحدد التيار الذي انقسم عن تحالف تقدم يوم الاثنين 17 من فبراير الجاري موعدا لإعلان الحكومة الموازية وتوقيع ما أسماه الميثاق السياسي، يعقب ذلك إعلان تشكيل الحكومة المزمعة بمشاركة عدد من القوى السياسية من تقدم ومن خارجها ومن الحركات المسلحة المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية. إذن فما هي مهام الحكومة الجديدة في حال تشكلها؟ للإجابة على السؤال ينقل أحمد يونس قول الناطق الرسمي باسم تحالف القوى المدنية المتحدة قمم عثمان عبد الرحمن سليمان، وهو تحالف من خارج تقدم.
ووفق ما يقول أحمد يونس هو مقرب من قوات الدعم السريع وأحد أعمدة الحكومة المرتقبة، والذي قال إن اللجان الفنية فرغت من التفاصيل المتعلقة بصياغة وإعداد الدستور المؤقت للحكومة والميثاق السياسي وبرنامج الحكومة، وأصبحت جاهزة للتوقيع. ووفقا لعثمان عبد الرحمن سليمان فإن مهام الحكومة المزمعة ستتضمن حماية المدنيين وتوفير الخدمات الأساسية بما في ذلك الأوراق الثبوتية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والتواصل مع الأسرة الدولية وتحييد سلاح الطيران. من جانبها سارعت المجموعة الرافضة للحكومة الموازية داخل تنسيقية تقدم بقيادة رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك إلى إعلان فك ارتباطها بالمجموعة المنادية بالحكومة الموازية، وأعلنت استنادا إلى اتفاق جنتلمان تأسيس التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة المسمى اختصارا بصمود، فيما لم تختر مجموعة الحكومة الموازية بعد اسما لتحالفها. وقالت المجموعة الجديدة صمود إن تباين الرؤى داخل تحالف تقدم على نزع شرعية حكومة بورسودان أنتج موقفين استعصى الجمع بينهما، وإن الطرفين اتفقا على فك الارتباط السياسي والتنظيم بين المجموعتين. وتتمسك صمود بنهج تقدم الذي يتمثل في العمل المدني الديمقراطي دون تشكيل حكومة، بينما ترى المجموعة الأخرى تشكيل حكومة بصفتها أداة من أدوات نزع الشرعية من سلطة بورسودان. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون موضوعا حول إمكانية إعلان حكومة موازية في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع بالسودان وتداعياتها على وحدة الدولة السودانية، وذلك ضمن حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. راديو إرنا راديو إرنا كاب كتما باريس محلالف لإرتوران غازت إنياتا زدالو نتا راديو. وحول مخاوف تمزق البلاد يقول أحمد يونس ويخشى على نطاق واسع من أن يؤدي تشكيل الحكومة، وبالضرورة ستشكل في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع، إلى تمزيق البلاد وتنازعها بين حكومتين إن لم تكن تصير إلى دولتين على أسس جهوية أو إثنية، ومن تطور الحرب من حرب بين الجيش وقوات الدعم السريع إلى حرب أهلية تعزز الانقسام الإثني والجهوي والسياسي، وقد تستمر عقودا من الزمان. وأدت هذه الخطوة غير المسبوقة إلى هزة في وسط القوى المدنية المناهضة للحرب، لكنها أحدثت هزة عنيفة أخرى داخل طرفي الحرب وداعميها، ونشطت المنسات الموالية للجيش وعلى رأسها تلك المنتمية للمعسكر الإخواني على وجه الخصوص في شن حملات إعلامية ضخمة ليس ضد المجموعة التي أعلنت المشاركة في تشكيل الحكومة، بل ضد تحالف صمود الجديدة بقيادة حمدوك، حيث ترفض تلك المنصات قيام حكومة موازية وتجاهلت حربها ضد الدعم السريع والحكومة الموازية. وفسر مقرب من أنصار النظام السابق طلب عدم ذكر اسمه كما يقول أحمد يونس الحملة على التحالف الذي يترأسه حمدوك بأن أنصار النظام يرونه العدو الأساسي للحركة الإسلامية، وهي القوى المدنية التي أسقطت حكمهم بالفعل المدني. ولا يعترف القيادة في الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل إبراهيم المرغني، وهو أحد مؤسسي مشروع الحكومة المزمعة، بتسمية حكومة موازية حسب إفادته للشرق الأوسط، لأنهم لا يعترفون بوجود حكومة أخرى ولا يسعون لنزع شرعية من جهة ليست موجودة أصلا. وقال المرغني إنهم يسعون لتأسيس شرعية جديدة مستمدة من الشعب السوداني وتشكيل حكومة تأسيسية بديلة عن التي انهارت بعد الحرب، ولا ينتظرون اعترافا خارجيا. وأضاف أن السودانيين أضاعوا وقتا طويلا في النظر للخارج وهو لا يكترث لما يحدث في السودان. وحدد المرغني مهمة الحكومة المزمعة في وقف الحرب وتقديم الخدمات الأساسية وإعادة الحقوق الدستورية التي حرم الشعب السوداني منها، وحفظ الأمن والسلامة وحماية المواطنين من الانتهاكات ومواجهة المشروع المتطرف العنصري وفق إفادته. والمرغني قال أيضا إن الحكومة المرتقبة تسعى لإقامة علاقات دولية متوازنة مع كل دول العالم ولا سيما دول الجوار والدول الإفريقية والعربية إلا من أبى، لحفظ مصالح السودان. وأضاف: مصالح الشعب السوداني فوق كل اعتبار، ونقيم علاقاتنا مع كل الدول التي تشاركنا قيم الحرية والديمقراطية والعدالة على أساسها، ولن يتحقق ذلك إلا بتأسيس دولة مكان تلك التي انهارت. وأوضح المرغني أن وقف الحرب من أولويات الحكومة لإنهاء قدرة الطرف الآخر على الاستمرار في الحرب
تحت ذرائع تمثيله لشرعية الدولة. وأضاف: هم يزعمون أنهم يمثلون الدولة ويخططون لاستغلال اسمها وتصنيف الآخرين بأنهم متمردون وخونة. وتابع قائلا: حين نؤسس شرعية الدولة الحقيقية سيفقدون كرت ابتزاز العالم باسم الدولة. ما زلتم مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات تتابعون موضوعا حول إمكانية إعلان حكومة موازية في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع بالسودان وتداعياتها على وحدة الدولة السودانية، وذلك ضمن حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي. فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. هذه إذاعة إرنا. وتوقع أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعات السودانية الدكتور عبد الناصر الفكي أن تنجح الحكومة الجديدة في وقف الحرب بتنبيه العالم لغياب الحكومة في مناطق واسعة من البلاد، وأن ترمي حجرا في بركة التجاهل الدولي لهذا الغياب. وقال الفكي في حديث للشرق الأوسط إن الحرص على وحدة البلاد يتطلب اعترافا متبادلا وتقاسما عادلا للسلطة والثروة وإقامة حكم لا مركزي ناجح وجديد. وتابع قائلا: إذا سد فراغ غياب الوجود الحكومي وتقديم الخدمات وضبط الانفلات الأمني وحفظ الأنفس والأموال، فستكون أمام الحكومة فرصة نجاح جديدة، لأن حكومة بورسودان غير موجودة هناك، ما يجعل من وجود حكومة حاجة أساسية. ورهن حصول الحكومة على اعتراف دولي بحصولها على اعتراف محلي بقوله: إذا امتلكت قدرة عالية على إعادة تنظيم وترتيب المجتمع وإشباع حاجاته فسيعترف بها المجتمع الدولي. واستبعد الفكي فكرة تهديد تشكيل الحكومة لوحدة البلاد، وقال إنه ينظر للمسألة من منظور تقديم الخدمات للناس. فالحكومة التي في بورسودان تعتبر مناطق سيطرة قوات الدعم السريع حواضن اجتماعية تجب معاقبتها، وهذا تعبير عن غياب أي فكر استراتيجي لإنهاء الصراع. لكن الفكي أبدى تخوفه من تصاعد حدة النزاع وتزايد الهجمات من قبل الجيش واستخدام الطيران بكثافة في استهداف رموز الحكومة الجديدة. وقال: يستهدفون مناطق الحكومة الجديدة بصورة أكبر، وهذا خرق للمواثيق والأخلاق. المتحدث السابق باسم تقدم جعفر حسن قال للشرق الأوسط إن نزع الشرعية له أدوات كثيرة ومتعددة، وإنهم يرون في قيام حكومة موازية شرعا للحكومة التي تتخذ من بورسودان عاصمة، لذلك لا يؤيدون الفكرة وفي الوقت ذاته يحترمون خيار دعاتها. واعتبر تشكيل حكومة إخلالا بموقف تقدم الأصيل والرئيسي المتمثل في عدم الانحياز لأي من طرفي الحرب. وقال: لذلك فإن وجود حكومة في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع انحياز لأحد طرفي الحرب، وإن تنسيقية التقدم إذا اختارت أحدهما ستكون قد خرجت عن تفويضها الرئيسي المتمثل بالوقوف على مسافة واحدة من طرفي الحرب والعمل على إيقافها. وحذر جعفر حسن من أن يقود تشكيل حكومة موازية لتقسيم البلاد، وأضاف: وجود جيوش وسلطة في أراضٍ يعد تمهيدا لقيام دول متعددة في السودان، بيد أنه حمل سلطة بورسودان المسؤولية عن التمهيد لقيام دول متعددة بقوله: هذا المسلك سلكته سلطة بورسودان أولا، حيث قصرت بموجبه حقوقا سيادية على أماكن محدودة في السودان مثل تغيير العملة وامتحان الشهادة السودانية وغيرها، وهذا الطريق قطعا سيدفع الطرفين بسرعة لتقسيم السودان. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة جديدة من برنامج إفريقيا في الإعلام العربي. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. الرئيس الأثيوبي السابق موتلة تشومي يتهم الرئيس الإريتري إسياس أفورقي بالتخطيط لشن حرب جديدة في أثيوبيا. مقتل العشرات من المدنيين في أحدث هجوم لقوات الدعم السريع في قرى ولاية النيل الأبيض. والاتحاد الإفريقي يرفض تفعيل عضوية السودان المعلقة عقب الانقلاب العسكري في أكتوبر 2021. وانطلاق محادثات فنية بين الصومال وأثيوبيا في تركيا بشأن تنفيذ إعلان أنقرة. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل بإذاعة إرنا الدولية من باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله. هذه إذاعة إرنا.